السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل سندوتشات الكرشة مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا، واللي عايز ياكلها برضو جنب رز أو حاجة بنفس الطريقة. هنا هنجيب أول حاجة دي كرشة وفشة، بنغسلها طبعا كويس وبنعلق مية على النار. أول ما تغلي ننزل عليها بيها كده من غير أي حاجة، نحطها تاخد غلوة واحدة، وبعد كده نشيلها ونكب المية اللي فيها دي. بعد كده نحط مية تانية بقى نضيفة. المية الكيس ده بقى النظيفة نحط بقى نقطع فيها بصلاية، اي بقى حاجة كبيرة صغيرة مش هتفرق، لان كده كده مش هناكلها. البصلاية دي بقى بتدي طعم حلو للشوربة اللي بيحب الشوربة بتاعها او كده، وشوية فلفل اسود بس كده. منحطش ملح الا في الاخر خالص. ننزل بقى بالكرشة والفشة اللي احنا حطيناها قبل كده لحد ما تستوي معانا. هنا كانت استوت معايا خالص اهي. شوف بتتك عليها تقطع معايا بكل سهولة ازاي. نحط عليها بقى شوية ملح. طالما استوت معايا خلاص وضمنا انها استوت، نحط بقى الملح في الاخر خالص. تاخد غلوتين كده ونطفي عليها. شايفين الشوربة بتاعها لونها رايق وحلوة ازاي. هنا بقى الخطوة دي اختياري، اللي بيحب يعملها يعملها، بس بتدي اضافة حلوة للسندوتشات. هنا معانا بصلاية نقطعها شرايح وندعكها بشوية ملح وفلفل اسود ونقطع عليها فلفل اخضر ونحطها عليها، ونحط حبة سمنة ونقلبها فيها. بعد كده ننزل عليها بالكرشة والفشة ونحمرها بقى فيها. بتديها طعم حلو قوي للسندوتشات، بتديها يعني بتخليها طعمها مختلف كده. اللي حابب بيحطها، حابب مش حابب يشيلها. بعد كده وبحط شوية ملح وشوية فلفل اسود برضو عشان نتبلها كويس، بس ما نكترش عشان هي محطوط قبل كده عليها ملح. ونحط برضو فصين توم، فص واحد توم كده ندقه ونحط عليه في الاخر كده، بيدي طعم حلو قوي برضو. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. هنا حطيت التوم اهوت، تحمر معايا بقى وتتشوح كده. بعد كده نعبيها في السندوتشات. هنا خلاص اتشوت اهي. معانا عيش بلدي بقى نجيبه بقى صابح كده، ونعبيها بقى ونكون مقطعين خضره اللي هي كزبره وبقدونس وشبت، ونحطها بقى على سندوتشات. كنت تبقى جاهزه معانا. اللي حابب ياكلها مسلوقه من غير ما يحمرها، يعمل الخطوتين الاولانيين ويستغنى عن الخطوه الاخيره ويحمرها ويعمل جنبها شويه رز وخلاص. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل